Hello everyone. اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم اللي هو بلي الرجال خصهم يبداو يديروا الحجاب لانه بكل بساطه يعني تبدلات الوقت ولاو العيالات والرجال كيخرجوا لسوق الشغل، كيخرجوا للزنقه، كيخرجوا للمكان العمومي اللي هو يعني واحد الشيء ايجابي. يعني مثلا الزنقه الا كانوا فيها الرجال وعيالات يعني احسن، لان الا كانوا غير الرجال كيكون غير العنف. فانا كتجيني مزيانه انه زعما ولاو حتى العيالات كيشاركوا في الحياه اليوميه، في الحياه الاقتصاديه وكل شيء، وكيخلي ان المراه ما تبقاش الضحيه ديال شي بسيكوبات في الدار ديالها. مثلا شحال ديال العيالات كانوا غير كيتزوجوا والله اعلم شي وحده مسكينه ساكنه مع شي واحد يتعدى عليها ولا شي حاجه. يعني هادشي ضروري اننا ولينا العيالات والرجال كنعيشوا مع بعضياتنا في الزنقه في العمل وكل شيء. ويعني هادشي كيخلق يعني مثلا واحد الانجذاب جسدي. مثلا انا كيكونوا خدامين معايا الرجال يعني كنبقى نشوف فيهم شي مره ما كنقدرش، يعني شي مره كنخاف لما نقدرش نتحكم في راسي، فهمتي؟ يعني كنقول حبذا لو كانوا مثلا داك الرجال يبقاو يديروا الحجاب، لانه كتلقى عاوتاني شي رجال عندهم العضلات، شي رجال مثلا شي واحد شعرو رطب كنبقى نشوف ليه في داك شعرو، فهمتي؟ حيت انا اصلا شعري حرش. يعني مثلا كنشوف شي واحد عنده شعرو رطب كنقول واو، شعرو مكريبي هذاك هو الطوب. فكما قلت لكم يعني حنايا البنات وحنايا النساء كنواجهوا يعني هاد المشاكل هذه اليوميه اللي كيخلي ان الرجال ضروري دابا خصهم حتى هما يوليو يديروا الحجاب، لانه يعني فهمتي؟ هو الصراحه حنا حيوانات، حنا ماشي حيوانات، حنا خصنا نتحكموا في ريوسنا. ولكن راه كما كنقولوا ان الراجل يقدر ما يتحكمش في راسو، حتى المراه تقدر ما تتحكمش في راسها. ف فكما قلت لكم باش نبقاو يعني محترمين الرجال وما نخرجوش على الحدود ديالنا، يعني حتى الرجال خصهم يديروا الحجاب، خصهم يستروا راسهم، خصهم داك الليل عنده شي عضلات يخبيهم يخليهم لمراتو. يعني مراتو الشخص الوحيد اللي عندها تشوف الحق تشوف داك العضلات. ولا ما كانش مزوج يعني حتى يتزوج، وإلا كان عنده شي شعر رطب حتى هو ما خصناش نشوفوه. وعيني الصراحه حتى شي دراري كيكون عينيهم واعرين كتبقى تشوف فيه اوف، يعني كتمشي لهم في داك العيون حتى هو. الصراحه زعما حتى العينين حتى هما خصهم يتخباو. زعما كنقول من الاحسن تكون شي حاجه بحال داك البرقع ولا شي حاجه اللي عند داك الناس في افغانستان. واحد الحاجه كنلاحظها بزاف اللي خايبه هو ان داك رجال الدين كيكونوا صحاحين، كيكونوا يعني مثيرين بزاف. يعني لان اصلا يعني الدين كيشدد على القوامه الرجل اللي هي طبعا كتكون غير بالجسد، لان العقل طبعا النساء كيديروا نفس داكشي ديال الرجال. المراه راه كتسوق الطياره كدير الهندسه كلشي، يعني القوامه كتكون غير في الجسد. داكشي باش كتلقى داك الحياة كاملين زعما كيكونوا عندهم القلده وداكشي، وهداك الشيء راه خصو يتغطى بشي، خصهم يديروا الملابس كتغطي داكشي. يعني كنشوف شي تصاور زعما حشومه ديال هاد المرشد ديال هاد الفقهاء هاد العمري هاد بزاف. كنقول زعما راه ميمكنش داكشي، راه تقدر تشوفو شي مرأة وفهمتي راه تقدر تنجذب ليه بزاف. يعني خصهم يستروا ريوسهم. فوالا. مستر كبير عاوتاني المهم مستر كبير زعما هو المغربي الوحيد اللي كنعرفو عنده العضلات، ما عنديش شي مثال احسن منه. المهم الصراحه مستر كبير زعما واخا شنو يوقع ما غنجذبش ليه، ولكن يعني كاينين شي ناس كينجذبوا ليه. يعني شوفوا راه عنده العضلات، السيد مهتم بشعره، هذه يعني كيفاش كيجي في السوشيال ميديا بحال هكا كيجي عريان. يعني راه حنايا البنات راه عندنا النيس ديالنا، عندنا الاحتياجات ديالنا. هادشي هذا راه ما نقدروش نبقاو نشوفوه خصوصا في رمضان، فهمتي؟ كنتمنى فريمون مستر كبيده يتحجب ويخلي داكشي لمراتو حتى نهار يتزوج وتكون ليه الدخله وداكشي ويبين العضلات ديالو وداكشي. اما دابا راه فهمتي راه حنايا
راه كيشوش علينا داكشي. ايماجين تكون خدام مع شي راجل بحال هكاك تبقى نهار كامل وانت كتشوف فيه ما ديري والو في خدمتك، وخصوصا داك مرحلة الإباضة داك 3 أيام ديال الإباضة كتكون صعيبة، مثلا تكوني طايحة في شي حد ولا شي حاجة. فوالا فريمون يعني بزاف ديال الناس كيكون صحاب ليهم زعما راه البنات راه ما كيفكروش ولا النساء ما كيفكروش في الجسد الرجل وداك الشيء، بالعكس يعني راه يعني فاش كنشوف شي راجل مثلا المهم ماشي بالضرورة عنده العضلات، ولكن مثلا يقدر يكون عنده العضلات، كتشوف داك البرا، كتشوف داك الصدر، كتشوف داك العنق دايم. فيعني راه ماشي غير الرجال اللي كيفكروا بداك الطريقة في العيالات، و جوبونس خصوصا في المجتمعات ديالنا، يعني المجتمعات ديالنا كتكبر يعني بواحد الطريقة، واحد التفكير جسمي بزاف تجاه الشخص. من مثلا الرجال كيفكروا بطريقة جسمية بزاف على النساء، والنساء نفس الشيء، يعني لأن فهمتي لأن ما كيكونش اختلاط، ما كيكونش كتكون واحد المفهوم ديال الشرف وداك الشيء. هذا هو يعني هذا هو النتيجة ديالها، يعني كتكون واحد الصورة جسمية بزاف على الشخص الآخر. وخا هكاك زعما واخا كاع ماشي في المجتمع ديالنا، يعني طبيعي يعني طبعا انا غنكون يعني راجل كنكون كنجاذب ليه، وراجل غيكون كينجاذب ليا، يعني ماشي شي حاجة عادية. داكشي باش زعما الحجاب واحد الحاجة ضرورية بزاف. الجسمين بجوجهم زعما الرجال والعيالات خصهم بجوجهم يبقاو يديروا الحجاب، ولأن دايما راه شي مرة كتشوف شي راجل راه اوف راه ما عندك ما دير، راه خصك يعني خص الرجال يحترموا لنا المشاعر ديالنا والشهوات ديالنا. نتمنى ان الرجال يوليو كيستروا ريوسهم ويراعيونا حنايا، فهمتي؟ راه كيما حنا كنراعيوكم زعما حتى نتوما خصكم تراعيو. وقولوا لي نتوما الاراء ديالكم، قولوا لي البنات واش بالنسبه والنساء واش بالنسبه لكم هادشي صعيب، واش واش مثلا يخطيو غير الجسد ديالهم ولا حتى الشعر ولا حتى العينين؟ شنو في رايكم بان ليكم؟ ولان دابا تبدل الوقت، يعني الاسلام صالح لكل زمان ومكان، يعني حتى دابا راه صالح الاسلام ان الرجال يوليو يديروا الحجاب. وقولوا لي وما تنسوش ديروا لي سبسكرايب باش يبقى يجيكم هذا الكونتنت يعني البناء المفيد بزاف. فوالا، الى اللقاء.